لأن هناك جولياتور قادم بقوة اسمه ياسر الزابري السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. مبروك للمنتخب المغربي للشباب بعد فوزه على كوريا الجنوبية. واصل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم للشباب تحت 20 عام وتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه المستحق على كوريا الجنوبية 2-1. فجر الجمعة في نهائي المنافسة وعلى ملعب إلياس فيغيرو فتح المنتخب المغربي باب التسجيل عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 8 عندما نفذ ياسر زابيري باقصية صدمت بالمدافع شين ودخلت إلى المرمى. وعزز المنتخب المغربي تقدمه في الدقيقة 58 عن طريق ياسين زابيري بعد صناعة من عثمان معمر. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع حصل منتخب كوريا الجنوبية على ركلة جزاء ونفذها تايوان كيم بنجاح. ويعد منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في كأس العالم للشباب تحت 20 عام، وذلك بعد خروج المنتخب المصري وكذلك خروج المنتخب السعودي من دور مجموعات البطولة المقامة في تشيلي حتى اليوم 20 أكتوبر تشرين الأول الجاري. وفي الدقيقة 90 سويونغ ينفذ ركلة الجزاء بنجاح ويقلص النتيجة لصالح كوريا الجنوبية، والحكم يستشير الفار للتأكد من صحة ركلة الجزاء بعد لمس الكرة من بختي داخل منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 90 هدف محقق يضيع من المنتخب الكوري بعد تسديدات متكررة على مرمى بن شاوش. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، لحلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.